سبحان الله، مرتضى وقع فكترت سكاكينه. تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. طارق عصفوره طالع يقطع في مرتضى منصور وبيقول له فين فلوس نادي الزمالك؟ فلوس نادي الزمالك راحت فين؟ اللعيبه ليها مستحقات بالملايين، 86 مليون مستحقات للعيبه. طب فين الفلوس بتاعت نادي الزمالك؟ مين بياخدها وراحت فين الفلوس؟ وطالع بيقطع في مرتضى منصور، على الرغم ان في وجود مرتضى منصور ما كانش بيقدر يتكلم على مرتضى منصور ربع كلمه، ولا يتكلم على عياله نص كلمه. هو كان في فتره زمنيه كان دراع مرتضى منصور وكان العصفوره بتاعته. وقبل ما مرتضى يمشي او قبل ما اللجنه تمشي وتقدم استقالتها او مجلس اداره نادي الزمالك يقدم استقالته، اجتمع هو واحمد مرتضى منصور وفتوح وزيزو علشان يقنعوا فتوح وزيزو بالتجديد لنادي الزمالك. لكن طارق عصفوره اتكلم في جزئيه وهي فلوس نادي الزمالك. راحت فين فلوس الزمالك؟ تعالوا نطلع ونسمع ونشوف طارق عصفوره وهو بيتساءل على فلوس نادي الزمالك، مين اللي خدها ومين اللي سلقها ومين اللي شواها ومين اللي قشرها ومين اللي ما اداش حته لحد. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو، وتعالوا لي مره اخرى عشان ما يعني ندردش كده مع بعض في جزئيه بسيطه وما يفوتكمش جزئيه انا هقولها. حضراتكم هتشوفوا الفيديو وهترجعوا لي مره اخرى. بس ما تنساش اخويا وحبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم، قناه كل الاهلاويه على اليوتيوب. وبذكر حضراتكم ان انا سايب لكم لينك القناه الاساسيه الاهلاويه على اليوتيوب واحد، عددها 54,000. اتمنى حضراتكم تشتركوا فيها لاننا بننزل فيها فيديوهات مختلفه تماما عن اللي بننزلها في قناتنا البديله. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف طارق عصفوره وهو بيتناول حبوب الشجاعه بعد ما مرتضى وقع، ونرجع نكمل كلامنا. يلا بينا. مستأمن من الناس اللي في نادي الزمالك، ومستأمن من اللاعب. فانت مستأمن على معلومه، ومستأمن كمان على رقم ورزق اللاعبين. ده ما هم ما بيحبوش يتكلموا. خلاص انا ما بسمعش الكلام ده خلاص. فلذلك انا بقول لك عشان ده انا مش هحطك في الحرج ده. انما انا بسأل في جزئيه ثانيه ليها علاقه بانه هو اتبدلت رغبته دلوقتي بان هو يقعد في نادي الزمالك. له قد ايه مستحقات بقى؟ له رقم كبير. زي زيزو مثلا. يعني زيزو مثلا له 10 مليون، 11 هو له 11. رقم برضه فلكي. 11. وانا الغريبه بالنسبه لي ان لعيب زي زيزو وفتوح من احسن النماذج اللي في نادي الزمالك دلوقتي في مصر، ده حقيقي، ما برضوش مستحقاتهم. طب ليه؟ اشمعنى دول يعني؟ على الرغم ان في ناس تاني واخده 70 و80% من مستحقاتهم في نفس الفرقه. في نفس الفرقه. طب ما دي بتعمل المشكله دي مشكله كبيره جدا. انا مش عارف الدنيا كانت بتدار ازاي. الدنيا كانت بتدار ازاي انا مش عارف. تخيل يا ابراهيم ان لعيبه نادي الزمالك بس ليهم 86 مليون جنيه مستحقات قديمه. ياه. ده رقم برضه، رقم كبير. طب الفلوس كانت بتروح فين يا جماعه؟ امال مين اللي بياخد فلوس؟ طيب اسالك بقى في الجزئيه المستقبليه بالنسبه لفتوح. احنا في انهي حته دلوقتي في الملف بتاع فتوح؟ خلاص في حته التوافق في النهايه. مش حابب تقول مين اللي ولا اعرف حاجه ولا تعرف حاجه. انت عارف بس انت ولا تعرف حاجه. طيب هو بيقعد مع اللجنه الثلاثيه ولا بيقعد مع ناس هم اللي بيتمسحقوا المستحقات القديمه، ولا هتجدد لصبحي ولا وكمان مستحقات اللعيبه وتسدد مستحقات اليد النسبه الجديده كمان بتاع اللعيبه في السنه الجديده، المستحقات القديمه طايره سله ايقاف كتف في كل الالعاب دي. انت بتتكلم في كارثه داخل نادي الزمالك. انا اسف ان انا بقول كده. هو السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، هل اللي جاي نادي الزمالك عارف ان هو جاي على التركه دي، ولا هيسمعنا؟ انا بجيب لك من الاخر يعني، ولا هيسمعنا انا جاي في ظروف صعبه؟ اصل لو هتيجي تسمعنا انا جاي في ظروف صعبه يبقى ما تجيش احسن. لان اللي جاي عارف انه اذا كان حاجه عارف وانا عارف ورجل الشارع عارف والزملكاوي عارف ده ايه؟ انه الزمالك عنده ازمه ماليه. تمام. فمعقوله اللي هيجي هيقعد على الكرسي يقعد يقول اصل عندي مشكله، انا عندي ازمه ماديه؟ ولا هو من المفروض ان هو عارف دلوقتي ومجهز نفسه ومجهز حلوله ومجهز كل حاجه بحيث انه لما يجي يتولى المهمه يحل المشاكل اللي موجوده؟ هي الرد بتاعي بسيط جدا. اتفضل. انت قلت رجل الشارع عارف وانت عارف وانا عارف كلنا عارفين الازمه الماليه اللي فيها نادي الزمالك. الكرسي مش املا لاي حد بيفكر يروح الكرسي ده. برافو عليك. مش املا. فحطوا في دماغكم الناس اللي عايزه تترشح وعايزه تنزل ان هم داخلين على انا وصفت ان هو ده كرسي من نار. كرسي الزمالك بلغتنا احنا مفرمه.
فانت قد المفرمه دي خش، مش قد ريح. ريح لان الموضوع صعب. مش ده الكرسي بتاع الوجاهه اللي اجتماعيه. الله ينور عليك. لا هو وجاهك، ما هي دي مشكله كرسي نادي الزمالك. كان فين التساؤل بتاعك ده يا استاذ عصفوره وانت عندك قناه على اليوتيوب وعندك صفحه كبيره على الفيسبوك؟ ما اتكلمتش. طبعا انت ما دخلتش في عمق، و ابراهيم فايق عنده ذكاء يخليه يتحاشى اي صدام مع مرتضى منصور وعياله. مرتضى مش موجود دلوقتي، بس ممكن يبقى موجود بعدين، ممكن يرجع تاني نادي الزمالك ويعمل تصفية حسابات مع كل الناس اللي طالت مرتضى منصور او اولاده. ف طارق عصفورة اتكلم بشكل عام، ولكن ما اتكلمش على عقود امام عاشور اختفت راحت فين، ال3 مليون دولار بتوع امام عاشور اختفوا راحوا فين، الفلوس اللي كانت بتطلع لاسامي عمال وموظفين في نادي الزمالك واكتشفوا ان اصلا مفيش الاسماء دي موجوده، دي اسامي وهميه لاشخاص وهميه، وكان بيطلع لها شهريا 350,000 جنيه. كانوا مين بياخدهم؟ طب ما اتكلمش على ال20,000 عضويه اللي موجوده في نادي الزمالك بخلاف القانون، ناس من اول ما خدت العضويه ما سددتش الفلوس اللي عليها، وده مخالف للوائح والقوانين. العضويات المستثناه اللي هي بدون فلوس، وده مخالف للوائح وللقوانين. ما اتكلمش على ال5000 عضويه او 3000 عضويه اللي واخد مرتضى منصور الكارنيهات بتاعتهم وشاطبهم من نادي الزمالك، ما اتكلمش عليهم، وغيره 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 وغيره. والفلوس بتاعت المحلات اللي متاخده وسور نادي الزمالك، والبنوك اللي متاخده في سور نادي الزمالك، اللي المفروض اصلا مرتضى منصور واخد فلوسها لغايه 2040. فين الفلوس دي؟ محدش يتكلم ولا حد يتكلم. احنا بنطالب المسؤولين تحقق، تجيب مرتضى. تعال مرتضى، القرش ده فين؟ الفلوس دي فين؟ العقود دي فين؟ يبقى في مش اشرف السويسي عمل لجنه بتاعه المحاسبات لما طلع مرتضى منصور وشتم لمياء، اسمها لمياء ايه؟ اللي هي رئيس هيئه المحاسبات، ورفعت عليها قضيه وخدت 6 شهور سجن. لمياء خيري خدت 6 شهور سجن عليه، ومع ذلك مرتضى منصور هربان، محدش عارف له طريق جره. في المحاكمه الاخيره الكابتن خطيب واخد عليه حكم، او في قضيه مرفوع عليه بسب وقصف، راح قال لك اصل هو جاله كورونا. كورونا؟ هو في اصلا كورونا دلوقتي؟ اشمعنى كورونا ما تجيلوش غير وقت الحكم او وقت المحاكمه؟ ما انت بتطلع في المؤتمرات بتقعد بال4 ساعات تشتم في مخاليق ربنا، بتعمل فيديوهات على اليوتيوب بتقعد تشتم في مخاليق ربنا. اشمعنى الكورونا ما جاتلكش غير وقت المحاكمه؟ الله اعلم. هو مش المفروض بتوع تنفيذ الاحكام يجيبوا لنا مرتضى منصور من مكان ما هو موجود وينفذ ال6 شهور الواجبه النفاذ، والسنه اللي قبلها مع ايقاف التنفيذ؟ فين مرتضى منصور؟ فين المسؤولين اللي في الدوله؟ فين الرقابه الماليه؟ فين هيئه نيابه الاموال العامه؟ فينها؟ ما احنا عايزين نشوف فين ال3 مليون بتوع امام عاشور، فين الفلوس اللي متاخده من نادي الزمالك، فين 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 فين؟ اللجنه الاولى اثبتت مخالفات على مرتضى منصور، ومع ذلك اشرف السويسي رفض يقدم الدلائل للمحكمه ان مرتضى منصور عليه مخالفات ماليه وغيره، ماليه واداريه، واتطرمخت القضيه. تاني مره بعد ما ادين مرتضى منصور راح طلع مرتضى قال لاشرف السويسي مش عايز احكي حكايه السويس، راح مرتضى قال يلا فركش لجنه التفتيش دي على مرتضى وعلى نادي الزمالك. مش كده وبس، لا ده لما عين اسمه ايه، حسن موسى رئيس اللجنه الاولانيه، لما اكتشف المصايب والكوارث اللي عند مرتضى منصور والمخالفات راح ممشيه. انا مش عايزك تكشف لي قضايا فساد، ما انا عارف ان في فساد وعارف ان في، راح ممشيه وجاب البناني بدل منه. ايه الدوله الغريبه اللي احنا عايشين فيها دي؟ ما الحرام يتسرق، الحرام يتحبس، واللي واخد فلوس يتحبس، واي حد عامل مخالفه يتحاسب عليها. ايه الدوله الغريبه دي؟ ايه ده؟ في اي مكان في العالم ده واحد عليه حكم قضائي يروح ينفذه. هربان ليه مرتضى؟ ما يجيبوه. الله اعلم بقى، الله اعلم اللي بيحصل في الدوله والمسؤولين اللي بيطبقوا مع مرتضى منصور. انتهى الفيديو بتاعنا،
ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما فيش اي فيديو يفوتك على قناتنا وقناتكم وقناه كل الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشرة. كان معكم اخوكم هاني الشرقاوي والسلام عليكم.